بقول لك ايه، محدش هيمشي من الدنيا ديت غير هو دافع حساب كل حاجه، اللي هيدفع من صحته ومن نفسيته، جساوته من انانيته. اه والله زي ما انت سمعت كده بالظبط، اللي عمل حاجه كويسه هياخد ثمنها، واللي عمل حاجه وحشه هيدفع برضه ثمنها. فكل حج وراجع لصاحبه، راجع له بالملي، من محبه، من صدق، من خيانه، من هجر او غدر او كذب وغش. فمحدش هيمشي من الدنيا ديت غير هو مخلص كل حساباته وقافل كل دفاتره ودافع كل الفواتير اللي عليه. فيا صاحبي، سلف ودين هيرجع له كل شيء، حتى الاقرب الناس ليه هيترد لهم بالجرام وبالميزان. محدش هيغادر غير وهو دافع من اعصابه كل جرح سببه لحد، وكل كلمة قالها وذبح بيها شعور أو كسر بيها خاطر ونفسية حد، ونايم حد مقهور تايه مشتت وضيع وغرقان في دموعه. محدش ماشي غير لما يخلص اللي عليه ودافع كل اللي في جيبه لآخر قرش صرفه على عشرة خان فيها العيش والملح مع حد اطمن له بزيادة وفتح له بيته وقلبه ودنيته. محدش مفارق غير وهو دافع من روحه كل لحظة أمان سرقها من قلوب كانت مطمنة له وعايشة له وعايشة ليه، وسخرت وقتها وعمرها ليه وطلع ما يستاهلش. محدش ماشي غير وهو مخلص حساباته وقلة الأصل اللي هو عملها مع أولاد الأصول، اللي رعوه وشالوه جوه كيانهم قبل عيونهم لمجرد إن هم حبوه بجد وفضلوه على نفسهم، وطلع أكتر خلق اللمك. فيا صاحبي اطمن، كله هيدفع الحساب. فما تفكرش ان اللي ظلمك هيعيش العمر كله متصان ومتنعم ومتهني، هي مسألة وقت مش أكتر، ومع الوقت هتشوف نزيف قلوبهم قبل عيونهم على خسارتك. فاللي أنا عايز أقوله إن محدش هيمشي قبل ما يقفل حسابه لآخره. فيا ريت يكون حسابك قليل، ما يكونش حسابك كبير وما تقدرش تدفع وتلوم نفسك وتتعب من نفسيتك وصحتك لنفسيتك بعدين. فقفل حساباتك أول بأول مع أي حد أنت بتظلمه أو بتجرح أو بتسيء إليه، وافتكر دايما إن الحياة سلف ودين. سلام.